يلا تعالوا شوفوا لون الدجاج. تبارك الرحمن، اللهم بارك اللهم بارك. الريحة اللهم بارك كمان. مساء الخير، مساء الورد، مساء السعادة. هعمل معاكم تتبيلة دجاج جميل. حطيت معجون فلفل حار او بارد عادي اللي انتوا عايزينه. حطيت معلقة وربع علبة زبادي، وهبدأ احط البهارات مع دبس الرمان والليمون. دبس رمان معلقة كبيرة، معلقة ونص، معلقتين مفيش مشكلة حسب الدجاج. انا هعمل دجاجتين فهحط معلقتين. هحط الشطة المدخنة ديت. طبعا دي لو متوفرة مش متوفرة مفيش مشكلة، ملهاش لازمة يعني، بس بتعزز الطعم بتاع طعم الشوا شوية، بيديها طعم جميل، طعم التدخين اقصد. بابريكا مدخنة، فلفل اسود، احط زنجبيل بزعفران لو متوفر اوكي، مش متوفر ممكن نحط زنجبيل لوحده ومش لازم الزعفران، لان انا هحط لون الزعفران اصلا. شوية كمون، ملح. احط لون الزعفران، ولون الزعفران كمان اختياري، بس هو بيخلي لون الدجاجة حلو شوية. لون الزعفران عادي بتاع الاكل. حطيت شوية قرفة واحط شوية شطة، لان الجماعة عندنا بيحبوا الشطة شوية حلوين يعني. والإضافة دي جربوها هتعجبكم. دي من عندنا معلقة لبنة بزعتر، وممكن لبنة عادية من غير زعتر عادي المتوفر عندك. والليمون بقى نحصر ليمونتين 3 زي ما بتحبي. أنا بحب كمية الليمون كتيرة فهحط 3 ليمونات من دي. آخر شيء زيت الزيتون، ونخلط المكونات وبس. أحلى خلطة ممكن تجربوها للدجاج. شوفوا تبارك الرحمن اللون عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. نحط على الدجاج وندخله الفرن وبس. ممكن تحطوا مع الدجاج خضار، ممكن لا. انا هحط النهارده مع بصل وبطاطس وكوسه، اي نوع خضار ينفع معاه مفيش مشكله. اتغسل الدجاج وبقى زي الفل. هنبدا نضيف عليه التتبيله. طبعا عملنا في الدجاج شرايح يعني الصدر وقطعنا الفت عشان تدخل فيه التتبيله. مش عايزين تقطعوه عادي. يلا نعمل له مساج. دخل فتحت ريحه التتبيله فظيعه جدا. ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن.